السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايب قلبي، اخباركم ايه؟ ان شاء الله النهارده هنعمل صينية بطاطس على البوتاجاز، مش هتاخد معاكي وقت، الطعم روعة بجد، هتعجبكم اوي. طبعا معايا البطاطس زي ما انتوا شايفينها، طرنشات، ومعايا الطماطم، ومعايا بصل جوليان، ومعايا كمون وفلفل اسود وبابريكا ومكعب دجاج وقرن فلفل. وطبعا اللحمة، الفراخ انا غسلاها وشطفها تمام. طبعا انا حطيت هنا مج ميه، لان البطاطس دي بتحب الصوص بتاعها يكون مش تقيل. حطيت طبعا كل التوابل فيها، وضفت لها كوبايه الميه، وهحط لها معلقه ونص صلصه علشان تبقى الطماطم لونها احمر. صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. هنا بقى احط معلقه فلفل اسود على البصل، وهسيبه يتبل فيها. وكده ضربت الطماطم على الخلاط وجهزتها. صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. متنسونيش باللايك والشير والسبسكرايب، فضلا منكم وليس امر. معانا بقى طاسه على البوتاجاز، صينيه، معلش صينيه. هبدا بقى اضيف فيها الفراخ. طبعا الفراخ دي حسب ما انت حابه، فرخه 2 على عدد اسرتك يعني. هبدا بقى هنا اشوحها. طبعا هو هنعمل صينيه البطاطس على البوتاجاز، بس كمان الفراخ فيها هتبقى متحمره، من الصدمه اللي احنا بنديها دي بتبقى متحمره من غير ما تدخل الفرن ولا اي حاجه. هتتحمر من الناحيه دي، اروح قلبها على الناحيه التانية. تمام، شايفين عامله ازاي؟ بجد روعه. هبدا بقى اطلعها، وانا طلعتها اهو. هبدا بقى اعمل صينيه البطاطس بتاعتي. على فكره الحاجات اللي في الطاسه دي، اللي في الصينيه دي، معرفش حكايه الطاسه معايا. الحاجه اللي في الصينيه دي على فكره هي اللي بتخلي طعم البطاطس حلو. هبدا بقى، مش قادره اقول لكم على ريحه البصل بالفلفل الاسود عامله ازاي. يا دوبك بس هخليها تدبل، واروح نازله بقرن الفلفل بتاعي. ان شاء الله مش هتاخد معاكي 10 دقايق وهتبقى استوت. طبعا انا حطيت هنا نص قرن فلفل بيحرق. انا كنت فاكره ان انا احطه في الطماطم اضربه مع الطماطم، بس انا نسيت، فانا شوحته هنا. فدي زي دي يعني. بجد يا جماعه ريحتها تجنن. هنزل بقى بالطماطميه اللي انا كنت مخليها في طبق لوحديها. وهنا بقى احط معلقه كاتشب، ودي بتنقل الطعم في حته تانية. يعني هي اختياري، بس حقيقي طعمها حلو، تخلي طعمها حلو. بشوحها برضو تشويحه كده تمام. شايفين شكلها عامل ازاي؟ بجد الخضار شكله حلو قوي. هبدا بقى انزل بالبطاطس بتاعتي، وبرضو هتاخد تشويحه معايا. صلوا على سيدنا محمد، تنسوشي. طبعا انا من وقت للتاني كده بقلبها. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ظبطتها هنا زي ما انتوا شايفين. هبدا بقى انزل بالفراخ، واحط لها الصلصه بتاعتها، واغطيها بالغطا لحد ما تستوي. وعبل ما تستوي اكون عملت جنبيها شويه رز. طبعا الطاجن، بطاطس طاجن او بطاطس في الصينيه، بتبقى روعه جنبيها الرز. هنزل بقى بالصلصه كده، وانزلها على الفراخ كده دي عشان تتشرب منها. بجد اسرع صينيه بطاطس ممكن تعمليها. هغطيها بقى لما تستوي. وهنا يا جماعه كانت استوت، شايفينها عامله ازاي، والصوص بتاعها عامل ازاي. بجد يا جماعه طعمها حلو قوي. اتمنى انكم تجربوا الطريقه دي، وان شاء الله هتعجبكم. كنت عامله بقى شويه رز بالشعريه الجمال دول. والبطاطس طيبه والفراخ طيبه، بجد حاجه كده جميله قوي. شايفين عامله ازاي؟
شايفين البطاطس طيبة ازاي؟ شايفين الفراخ دايبة مش طيبة، دايبة. اتمنى يا رب ان فيديو النهارده يكون عجبكم. دمتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.